محمد علي، قفزة مصر الحديثة. بعد أن استقرت الأمور في مصر، نظر محمد علي باشا إلى المستقبل. لم يكن يريد لمصر أن تكون قوية اليوم فقط، بل قوية إلى الأبد. قال لنفسه: لأجل ذلك يجب أن تتغير مصر وتصبح مثل أقوى بلاد العالم، منظمة ومزدهرة. كانت رؤيته واسعة كالأفق. كانت الخطوة الأولى هي جيش قوي. كن جيش محمد علي مثل الجيوش القديمة التي تعتمد على الفرسان المتفرقين، بل أسس النظام الجديد. تخيلوا جنودا يرتدون زيا موحدا، يمشون بخطوات متساوية، ويستمعون لأوامر واحدة. هذا هو الانضباط. في معسكر التدريب الجديد، كان الجنود يتعلمون القراءة والكتابة والرياضيات إلى جانب فنون القتال. لماذا؟ لأن الجندي الحديث يحتاج إلى عقل يفكر جيدا، وكتف يحمل البندقية بانضباط. كان محمد علي يراقب بنفسه، ليتأكد من أن الجميع يتعلم. لكن محمد علي عرف أن القوة ليست فقط في السلاح، بل في العلم. فأسس المدارس الحديثة في كل مكان. لم تعد الدراسة مقتصرة على الشيوخ في الجوامع، وكان أهم إنجازاته إنشاء مطبعة بولاق لطباعة الكتب الجديدة في كل العلوم. التحق الفتى فارس بواحدة من تلك المدارس الجديدة. كان كل شيء مختلفا: الطاولات الخشبية المرتبة، والطباشير الأبيض، والمعلم الذي يدعى مصطفى، والذي كان يبتسم دائما ويشجع الجميع على السؤال. في المدرسة لم يتعلم فارس فقط عن الحروف والقصص، بل تعلم أيضا عن الآلات، وكيف تبنى الجسور، وكيف تحسب مساحة الأرض. كان مصطفى يشرح لهم أن هذه العلوم هي التي ستبني المصانع وتحفر القنوات. ولأن مصر كانت بحاجة إلى أفضل المهندسين والأطباء، قرر محمد علي أن يرسل أنجب الطلاب في رحلات طويلة عبر البحار إلى أوروبا. سميت هذه البعثات التعليمية. هدفهم كان العودة بأحدث المعارف لتطوير مصر. عندما عاد هؤلاء الطلاب، بدأت المصانع تظهر في مصر لأول مرة. مصانع للقطن والسكر. وبدأت القنوات الجديدة تحفر لتوصيل الماء إلى الأراضي الجافة، وبذلك أصبحت الأرض أكثر خضرة وأكثر إنتاجاً. كانت هذه الإصلاحات تشبه زراعة بذور قوية. فبعد سنوات قليلة، أصبحت مصر دولة حديثة، لها جيش قوي ونظام تعليمي متقدم وصناعة جديدة. كان محمد علي ومصطفى ينظران إلى هذا التطور بفخر. لقد غير محمد علي باشا وجه مصر للأبد. واليوم، كلما رأينا قناة ري أو مصنعا كبيرا أو